اللي استفدنا مدرسه اخرى، مدرسه ضد العراق، وعاوتاني مدرسه ساوث امريكا ضد ريبوبليك دومينيكان اللي تا هما متاهلين الاولمبياد. يعني بجوج بهم عندهم فريق كويس مزيان وقوي. وانا الخلاصه بالنسبه لي هي الاحترام اللي ولا دابا درك الفريق الاولمبي المغربي، لان بجوج بهم غيروا الخطه ديالهم ورجعوا للور، وكانت واحد الكتله صعيبه باش تجبر الحلول، ومرتين سجلوا علينا في المرتده ان كونتر اتاك ضد العراق ودابا ضد الريبوبليك دومينيكان. تماك اللي خصنا نجبروا عاوتاني حنايا ماشي غير الحلول هجوميا، ولكن خصنا نكونوا منظمين لما جينا الكونتر اتاك. سا سي لو بلوز امبورطون. الخلاصه بالنسبه ليا اللعابه اللي كان عندهم الامكانيات وبينوا بالامكانيات ديالهم راهم ربحوا عاوتاني بلاصتهم، وكاين عاوتاني اللي ما بينوش. هذا الشيء كنقولها لهم اي معسكر اي لحظه 5 دقائق 10 دقائق مباراه كامله نص ميتون توجور خصهم يبينوا ويكونوا على اعلى مستوى. كاين 15 بلاص اللي غيتبريباري بهذه الاي 23 بدات كتبان شويه الصوره ولا مازال بعيد؟ لا مازال بعيد، لان كما كنقول بليزيور فوا وقلتها ماراثون ماشي سبرينت. من هنا للصيف ان شاء الله يحن ربي. دابا دركين حنايا كنخدموا من معسكر لمعسكر، كنحاولوا نلعبوا مباريات ضد مدارس اخرى ونستافدوا من دوك المباريات، واللعابه اللي كيكونوا موجودين يبينوا الامكانيات ديالهم. غير كسؤال اخر، شي ميساج للاطر الوطنيه اللي عندهم لاعبين يو 23. حنا كنتكلموا معنا لعابه يو 23 تيقول لنا خصنا شويه دقائق خصنا نلعبوا. واش كتنسقوا معاهم شنو خاص لعابه يو 23 البطوله باش يلعبوا؟ بحال ديجا كتعيط لبعض اللاعبين ما عندوش ديمينوش بحال اللعابه اللي كاينين في الاوروب. لا، وهذا الشيء اللي يعني انا راني قلتها بليزيور فوا. انا اولا ما عنديش شي فرق ما بين المحليين واللعابه اللي كيلعبوا برا. انا كنطلب منهم يلعبوا دقائق. اهم حاجه روح اعاره، خرج، روح شوف فين غادي تقدر تلعب. شي مدرب اللي عنده الثقه فيك وشي فريق اللي تقدر تلعب فيه باش يكون عندك دقائق ويكون عندك الريتم. من بعد لما يكون عندك الريتم يعني الحاجه تكتيكيه وداك الشيء نقدروا نصلحوها. ولكن الريتم صعيب لان ما عندناش حنا بزاف ديال الوقت. المباريات كيكونوا متقاربين وخصهم يكونوا واجدين. سي لو بلوز امبورطون. قبل ما تخرجوا تابوناو على لاشين يوتيوب، بارطاجيو لا فيديو وديروا جيم، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد سوم تيفي، وما تنساش تشاركونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.